بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عيدكم سعيد وكل عام وأنتم بخير. ما هو أفضل اقتناؤه في البيت، طائر المينا أو الكوكتيل؟ وما هو السر المهم عند اقتناء طائر المينا في البيت؟ في آخر الفيديو راح نحكي عن هذا السر. إذا البيت مالك يكون على شكل شقة لازم تضرب خط على طائر المينا، لأن طائر المينا طائر له أصوات عالية وأصوات مزعجة وطائر غير هادئ، خلاف الكوكتيل. كوكتيل طائر هادئ وقليل الصراخ وغير مزعج كما تلاحظون في الفيديو. ما هو أسرع يموت وأقل يعمر؟ طائر من طائر قوي وجسر ويعمر أكثر من الكوكتيل أو الكروان، بشرط مراعاة التغذية المناسبة والصحيحة للمينا والخالية من الحديد. ما هو أسهل في التربية ويأخذ مصاريف أقل في التربية؟ صحيح أن طائر المينا يكون أيسر وأذكى من الكوكتيل، ولكن غذاؤه خاص وله تغذية خاصة وحساسة، وغذاؤه يجب أن يحتوي على نسبة قليلة من الحديد وهو البليت المخصوص وبعض التغذية المناسبة الأخرى. شوي يأخذ مصروف مادي أكثر من الكوكتيل، ولكن الكوكتيل ما شاء الله كل شيء يأكل أنواع الحبوب من الفواكه الخضروات. في فيديوهات سابقة حكينا عن المواضيع التغذية الصحيحة للمينا والكوكتيل بصورة مفصلة وما نطول عليكم. ما هو أفضل ينطق ويتكلم؟ المينا أفضل ينطق من الكوكتيل. طائر المينا طائر ذكي وبسرعة يتعلم على الكلام. طائر المينا من الطيور المتكلمة، وسبب اقتناء طائر المينا هو الكلام والنطق، وأفضل بكثير من الكوكتيل في الكلام والنطق. الكوكتيل شوي يصرخ ويعيط ويصوفر وقليل الكلام. ما هو أفضل في التكثير والإنتاج؟ الكوكتيل هو أفضل في الإنتاج والتكثير، لأن طائر المينا لأجل الإنتاج يحتاج إلى مكان واسع وسلاكات وبيئة خاصة للتزاوج والتكاثر. حتى التآلف المينا يريد بيئة خاصة، وإحنا في فيديوهات سابقة حكينا عن هذه المواضيع بصورة مفصلة وما راح نطول عليكم. وأما السر الذي يجب مراعاته عند اقتناء المينا في البيت، وإذا عندكم في البيت طائر آخر أو حيوان آخر مثل كلب أو قطة وغيرها من الحيوانات، لازم تضرب خط فيه على طائر المينا، لأن طائر المينا طائر حسود وعدواني وجسر، يريد وحده فقط بالبيت، وينزعج مع وجود طائر أو حيوان آخر في البيت، واحتمال أنه يهاجم ويعتدي على الطائر أو الحيوان الآخر ويؤذيه. وحتى في هذه الحالة تدريبه على الكلام والنطق والترويض يكون أمر صعب ومحال. بعد هذا الشيء عندكم، فما هو أفضل لكم لاقتنائه في البيت وتربيته؟ إخواني الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. تحياتي لكم، أسرار تربية الطيور.